لا، انا افضل ان يتقال عليا ان انا امرأة عاقلة، يعني ست كمل كده. السندريلا فتاة أحلام جيل كامل، اسمها سعاد محمد كامل حسني البابا. والدها كانت أصوله سورية، بس هي اتولدت في بولاق يوم 26 يناير سنة 1943. والدها كان خطاط مشهور. جدها كان مطرب معروف في دمشق، وعمها كان فنان. فتلاقي الفن اتولد في دمها. ورغم انها اتعلمت القراية والكتابة في البيت، إلا إن حضورها وشخصيتها المرحة كطفلة فتح لها باب الشهرة من بدري. بدايتي يمكن كانت وأنا عندي سنتين ونص في برنامج للأطفال اسمه بابا شارو. كنت بغني فيه، اتعمل لي غنوتين. غنوة اسمها أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسن اشتهر، وأغنية تانية اسمها طولي شبر وجهي بدر شبر وجهي بدر صوت سحر كل بشر. بعدها اكتشفها الشاعر والكاتب عبد الرحمن الخميسي، واداها دور في مسرحية هاملت، واللي أثبتت فيها قدرتها على التمثيل. ومنها اترشحت لدور البطولة في فيلم حسن ونعيمة مع محرم فؤاد، واللي كان انطلاقتها الحقيقية في السينما والتلفزيون. صحيح يا سي حسن، أو أنت هتبقى تفتح شباكك على الوادي اللي مليان زرع ومية، انت هتبقى تيجي الدار، كان انا مجهزه لك كل حاجه يا سي حسن. وأنت هتلاقيني دايما بغني لك يا نعيمة، بغني لك من جوه قلبي. يا حلال يا ولاد، ما تفرحنيش قوي يا سي حسن. كانت شقية. بعد الفيلم ده طفل عنده 10 سنين جارها، بقى كل ما يشوفها يقول لها يا نعيمة زي الفيلم، وكل ما يشوفها يعمل كده. وبقت محرجة، وفكرت تعمل ايه؟ راحت مرة مطلعة شوكولاتة من شنطتها واديتها له، وقالت له كل ما تشوفني انا هديك شوكولاتة، بس تقولي يا نعيمة. عملت كده كم مرة بعدها، وبعدين ما بقتش تديله حاجة. الولد زعل، وعشان يعاقبها بطل يقول لها يا نعيمة. ويبص ازاي كده كده اهو، ويمشي ازاي كده كده اهو، والضحكة ازاي كده اهو، ويقف ويقول انا هو انا هو، تمثال رمسيس التاني. يا 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 واد يا تقيل. خلي بالك من زوزو. الحقيقة على قد ما أفلام سعاد حسني كانت مبهجة وشقية، كانت حياتها خجولة ومش ألطف حاجة. كانت دايما مصابة بالاكتئاب وبتتعالج منه. اتجوزت 5 مرات، بس ده لأنها كانت دايما حاسة بالوحدة. من ال5 مرات دول 4 كانوا رسمي ومن الوسط الفني، وواحدة كانت عرفي، أولهم وأكثرهم إثارة للجدل لأنها كانت من عبد الحليم حافظ. برغم كده ما أنجبتش بسبب إجهاضاتها الكتير من ضغوطات العمل. بالإضافة لكده صحيا بدأت تتعب وهي بتصور مسلسلها الشهير هو وهي، وبدأت أعراض إصابتها في العمود الفقري، وكمان جالها التهاب فيروسي فاضطرت تتعالج بالكورتيزون، وده خلى وزنها زايد وتعبها نفسيا جدا. رحلت عننا في 21 يونيو 2001. في الآخر سندريلا الشاشة المصرية هتفضل رمز من تراثنا الفني العربي. كل لما بنشوفها بنحس بالبهجة.